بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، إن شاء الله قاع راكم غاية مهنيين وفرحانين نتوما وقال العيلة تاعكم. كما راكم تشوفوا عاود رجعت لكم بحكاية جديدة. يا ما حكيت حكايات عن الغدر، عن الخيانة، عن الثقة العمياء اللي نديروها في ناس كنا حاسبينهم يبغونا، ناس درنا فيهم الخير ورجعوه لنا شر. لكن الحكاية هذه غير صدمتني تفاصيلها، ما عرفتش هادو بشر ولا هما الشر بحد ذاته. عن قمة الغدر سنحكي الليلة حكاية المرحوم المغدور محمد زكريا. بلا ما نطول عليكم نبداو الحكاية تاعنا على بركة الله. تقول صاحبة الحكاية: السلام عليكم، أنا أم زكي من غرب الجزائر، عمري 55 سنة، متزوجة منذ 30 سنة، وأم ل5 أولاد، أكبرهم محمد زكريا الله يرحمه ويغفر له، وأصغرهم مراد. أستاذة لغة عربية سابقا. اكتشفت قناتك بالصدفة وسمعت بزاف حكايات عن الغدر، حكايات الجريمة، لكن حكايتي أنا غير. يا صفية، قبل 3 سنين من نهار اليوم توقف الزمن عندي، وولات الدنيا ما عندها لا طعم ولا لون. حرقولي كبدتي، قتلولي زاكي البكري تاعي. يا صفية، يحوسوا معايا ويصبروا فيا، وطول مدة اختفاء ابني قعدوا في داري ياكلوا ويشربوا من ملحي ويرقدوا في شومبرة ولدي اللي كان في أسوأ مكان. الغدارين في داري وأنا لا خبر، لكن سبحان الحي الذي لا يموت. مهما كانوا حريصين باش ما ينكشفوش، لكن ربي خلاهم يكشفوا رواحهم برواحهم. اسمعوا حكايتي وادعوا لي ربي صبرني ويبرد الجمرة اللي راهي شاعلة في قلبي. المهم نرجع بيكم العام 1994. في هذا الوقت كان عمري تقريبا 24 سنة. كنت عايشة مع والدية و4 خاوتي، 3 بنات وولد، وواحدة أكبر مني ب5 سنوات، أرملة وعندها 4 أولاد، وزوج خواتاتي أصغر مني كانوا يقراوا في الطور الثانوي والمتوسط، وخويا كان يقرأ في الابتدائي وهو المازوزي تاع الدار. كنا ساكنين في قرية ريفية، وكنت نقري أستاذة في نفس القرية اللي عايشين فيها. أما كانت قاعدة في الدار مقابلة دارها وولادها. أما أختي الأرملة كانت تخدم في وزين تاع خياطة باش تصرف على ولادها، اللي كان الكبير فيهم عمره 8 سنين، بينه وبين خويا الصغير 2 عام فقط. أختي هذه تزوجت صغيرة بزاف، غير خسرت الباك تزوجت مع ولد عمي، وبعد 6 سنين زواج مات في حادث مرور، وبعد وفاته عرفت باللي راهي حامل بالولد الرابع. وطبعا رجعت تعيش معانا في الدار وخرجت تخدم على ولادها، لأنه بويا مسكين قليل زوالي ما يقدرش يتحمل مسؤولية ولادها. بويا كان يخدم في وزين تاع فلون اللي نديروه في رمضان بزاف، فلو كراميل، فلو فريز، شوكولا. وفي هذاك الوقت الناس كانوا ياكلوا الفلون من العام للعام، يعني تقريبا من رمضان لرمضان. لكن احنا بحكم انه بويا كان يخدم في هذا الوزين كان يجيب لنا بالكرتونة وجميع النكهات ناكلوا ونمدوا لجوارينا، وبنته وحدها ليومنا هذا ما زالها في فمي. مشي كيما دروك كلش متوفر، لكن البنة راحت مع وقتها ومواليها. لا علينا، في الثانوية اللي كنت نخدم فيها كنت أنا وزوج أستاذات من القرية تاعنا فقط، وكان الضغط علينا في الخدمة. ولاد القرية كانوا بزاف الله يبارك، وكان يخصنا أساتذة، وكان المدير كل أسبوع يقول لنا غدوة نجيبوا 3 أساتذة ولا 4، غدوة نجيبوهم زعما باش يتقاسموا معانا الخدمة، وكل يوم نفس الكلام، لكن ما بان والو. حتى الوحدة نهار كنت أنا مجمعة في البيرو تاعي، والتلاميذ عندهم اختبار وكانوا يحلوا في التمارين، والهدوء في القسم
كان رهيب، ذبانة ما تزغدش. وإذا بالمدير يدخل علينا وجايب معاه راجل و3 نساء، 2 كبارات ووحدة من نفس عمري، يبانوا مرتبين في هندامهم. قلت هذو باين الأساتذة اللي كان واعدنا بيهم، وفعلا كانوا هما الأساتذة الجدد. قال لي المدير هذو هما زملائك الجدد، وتعرفت عليهم بالاسم واللقب، والأستاذ يقري لغة فرنسية، والسيدات وحدة لغة عربية، والثانية رياضيات، والثالثة تربية بدنية اللي هي الرياضة. حكينا شوية بحضور المدير، وعاود اداهم وراح باش يفوتهم على الأقسام الأخرين ويعرفهم بالأساتذة. وليت أنا وهذوك الأساتذة صحابات مقربين. أما الأستاذ هذاك كان هو الأستاذ الوحيد بين 6 أستاذات، بينهم كانوا 2 معجبات بهذاك الأستاذ، لكن هو ما كانش قاع مقيمهم ولا يروح عندهم. حتى شكوا باللي يكون خاطب ولا عينو على وحدة، الحاجة اللي متأكدين منها أنه عازب مشي متزوج. كان مرات يجي يدي من عندي طبشور ولا أشكال مصنوعة من الورق المقوى زعما باش يدير عليهم الدرس. أنا كنت نستغرب، أنا أستاذة لغة عربية وهو أستاذ لغة فرنسية، علاه يجي عندي أنايا؟ مكتب المدير راه معمر فيه كلش. المهم يجي عندي ويقعد يحكي معايا على التلاميذ، على الخدمة، حتى اللي طورت الحية ولا يحكي لي على الأحوال الجوية، اليوم السمش، اليوم الغيام، غدوة راهم يقولوا الحمان. حتى الأساتذة واستغربوا من علاقتنا، كنت نقول لهم زميلي فقط، والله ما بيناتنا حية. حتى اللي فاتت حوالي 3 شهور هنا قال لي راني ناوي الحلال، إذا تقبلين نجي نخطب. وبما أنه طلب الحلال تسمى هذا ولد الحلال اللي تتمناه أي امرأة، وخيرني أنا من بين 6 أساتذة. قلت له مرحبا بيك. وفعلا ما طول ما والو، في نفس الشهر جات أمه، خواتاتو 2، انسى خاوتو 2، خطبوني وقلت لهم راني قابلة. لكن بويا سقسى عليه، ضروري يسقسي عليه ويعرف هذا الإنسان كي داير. قالوا له من خير الشباب والناس يضربوا به المثل في حومته. رجعوا كملوا وتفاهموا على موعد العرس اللي راح يكون في الصيف، وتحديدا بعد 5 شهور. وبدات مرحلة الجهاز، وكانت تروح معايا اختي الأرملة، وهي اللي توري لي، هي اللي تنصحني، وهذه اختي كانت أقرب من أمي ليا. لا علينا، كملت كلش والحق موعد عرسي، وفات أجمل عرس، ورحت نعيش مع عجوزتي الحاجة عيشة ما شاء الله عليها. أما شيخي ميت، وخاوت راجلي الذكور متزوجين وساكنين في نفس المنطقة. أما خواتاتو حتى هما متزوجات وكل وحدة في ولاية. والحمد لله عجوزتي إنسانة حنينة وتخاف ربي، وكنت عايشة معاها كي شغل أنا بنتها مشي كنتها. فاتت عطلة الصيف ورجعت لخدمتي. كل يوم الصباح نبكر أنا وراجلي نركبوا في التران اللي هو القطار، وكنت حامل في 2 شهر وما كنتش فايقة. بعد ما عرفت باللي راني حامل راجلي قال لي ما تخدميش، ادي كونجي، وإن شاء الله بعد ما تزيدي ويكبر ولدك ولا بنتك شوية عاد رجعي للخدمة. قلت له صحة، وقدمت الطلب، لكن رفضوا، قالوا لي ما راكيش مريضة مرضى شينا ولا عادي، شعال من أستاذة تقري وهي حامل. هنا اضطريت أني نواصل للخدمة، والحمد لله خدمت طول فترة الحمل وما صرالي حتى مضاعفات، وولد وجبت ولد وسميناه محمد زكريا. محمد زكريا عمر علينا الدار، عمر علينا حياتنا. كنت نخليه عند عجوزتي ونروح نخدم أنا وراجلي ونفطروا في دارنا، بحكم أنه الثانوية بعيدة. واستمرت حياتي على ذا الحال حتى اللي فاتوا 3 سنوات. هنا ربي رزقني بالحمل للمرة الثانية، لكن هذا المرة توأم، وكيف كيف ما حبستش الخدمة،
قعدت نخدم، وفاتت فترة الحمل بسلام، والحق موعد الولادة، وكنت موجدة قاع صوالحي ونقارع وين يحكمني المخاض ونروح نزيد. حتى الوحدة الليلة جا خويا الصغير وهو في قمة الحزن والصدمة، وصل لي خبر نزل عليا كالصاعقة. قال لي بويا مات في السبيطار. مات بويا مسكين الله يرحمه ويغفر له بسبب تسمم، كلا حاجة منتهية مدة الصلاحية ومات. أنا تم حكمني الوجع وزير عليا. دخلت المستشفى وأنا في حالة هستيرية، نتوغ نبكي، شعري قاع قلعته في يدي، السبيطار قلبته قليب لدرجة أنه القابلات الفراملة نخلعوا فيا. قالوا لي علاش راكي دايرة روحك هكا، سيرتو كي شافوني مقبشة وجهي وقالعة شعري. استغربوا، قالك هذه مالها، يعني شفنا نسا في حالة المخاض كي صرالهم، بصح هذه غير. طبعا كنت حاسة بالوجع، لكن مشي كيما الوجع اللي كان في قلبي. كنت نبكي على بويا، كنت مجروحة. ولدت وجبت 2 ولاد توأم، سميت واحد المداني على بويا الله يرحمه، والثاني جلول على شيخي الله يرحمه. وحضرت جنازة أبي وأنا نافسة، ومن كثرة الصدمة والحزن اللي كان فيا قريب ما نشف لي حليبي، وكانت عجوزتي وخواتات راجلي واقفين معايا. رجعت لداري وحياتي الطبيعية، هذه هي سنة الحياة، ما عندنا ما نديرو. رجعت نخدم، وولادي 3 عند عجوزتي، ومرات سلفتي الكبيرة تشد محمد زكريا مع ولادها، واستمرت حياتي على ذا الحال حتى اللي فاتت تقريبا 5 سنوات. هنا ربي رزقني بالحمل للمرة الثالثة، وجبت ولدي الرابع مراد. ولما الحق مراد العمر 3 سنوات ماتت أمه الله يرحمها، وتزوجوا خواتاتي 2، وبقى خويا الصغير واختي الأرملة وولادها 4 عايشين وحدهم في دار. لحقت 18 سنة زواج، الحمد لله عايشة السعادة مع زوجي وولادي 4. صح كنت متمنية ربي يرزقني بنت، لكن ربي ما كتبش. في هذا الفترة عجوزتي كانت ميتة في 1.5 عام تقريبا، وحماية الكبير باع الدار الكبيرة وبقات قطعة أرض في مكان شباب، أرض زراعية. هنا جاتني فكرة، أنا نموت على الخضورية وعلى البناء الريفي. اقترحت على راجلي، قلت له واش رايك حنا ندو الأرض وهما يبيعوا الدار ويتقاسموها؟ قعد يضحك، قال لي راكي من نيتك ولا تزعقي؟ قلت له علاه شفيها؟ قال لي الدار صح تجيب دراهم كبار، لكن كي نقسموها أنا وخاوتي وخواتاتي ما يطيرش في حقي بزاف، محال نقدر ندي الأرض وحدي، لازم كل شي يتباع ونتقاسمو. قلت له شوف، أنا عندي الذهب وعندي دراهمي اللي كنت مخبيتهم في داشعال، وانت تاني راك مخبي. قال لي الحمد لله. قلت له نزيدوهم وندوها. قال لي صح نشوف مع خاوتي ونقول لك. كي هدر مع حماية قال له واه ماذا بينا، أنا بروحي الأرض تاع بويا الله يرحمه عزيزة عليا، وخسارة نبيعوها للناس، بتديها انت يديها. الحمد لله خاوته ما غلاوهاش عليه، بالرغم من أنه كانوا محدين سعرها الحقيقي. أنا كنت مخبية كما قلت لكم الدراهم، وزدنا بعنا الذهب، وراجلي كان داس شوية دراهم، ودينا هذيك الأرض وبقاو لنا شوية دراهم. وبعد أشهر قليلة بدينا نديرو طبعا بدينا مرحلة الاقتصاد في الدار، مكاش التبذير، نلبسو على حسابنا وناكلو على حسابنا، وحتى ولادنا كانوا متفاهمين. وما جينا نلحقو 2.5 عام بنينا دار كبيرة في أرض واسعة خضرة ما شاء الله فيرما، وبدينا مشروع حفر بير، ودرنا الغنم، درنا الدجاج، درنا المعيز، غرسنا الشجر، الزيتون، الخوخ، ولا جنة فوق الأرض. وكنت عايشة السعادة أنا وزوجي وولادي، وكان خويا واختي وولادها مرة على مرة يجوا يقعدوا عندنا بالأسبوع. حتى العام 2023 واحد النهار جا عندي خويا وقال لي دارنا راح يهدموها. قلت له شكون راح يهدمها وعلاه؟
قال لي دارنا خرجت في الهدم وراح يرجعوها تابعة للبلدية، ومع الأسف السكن تاعنا مجهول بدون أوراق، بالرغم من أنه جدي كان يسكن فيه من وقت الاستعمار الفرنسي، وبويا سكن فيه بقية حياته حتى اللي مات. وفعلا هدموا لهم وقعدوا في الشارع بيهم بقشهم بولادهم، يعني أختي وولادها. هنا راجلي اقترح عليهم، قال لهم ردوا بالكم تروحوا تكروا ولا كاش حاجة، حكموا لافتات وكتبوا فيهم باللي خصنا سكن ولا رجعونا ولا باش الوالي يعطيكم دار وتدوا حقكم. وفعلا دار خويا هكا ولاد اختي، لكن لا حياة لمن تنادي. هنا جات عندي اختي وهي قالت لي يا اختي لا بغيتي ربي عاونيني، راكي تشوفي فيا راني نهار نخدم ونهار لا، راني مريضة من ظهري، والله غالب مانيش نشوف مليح من عينيا، ما رانيش نخيط كيما بكري. قلت لها راكي باغيه دراهم ولا كيفاه؟ قالت لي راني باغيتك تسكنيني عندك، الله غالب ما عنديش حق الكريه، وخوك ما راحش خدام يقارع غير المصروف اللي نجيبوه انايا، خلينا نجو نسكنوا عندكم حتى يعطونا السكنه. انا ما قبلتش، بصح كي قالت لي رانا دايرين دوسي تاع سوسيال والميرو عندنا وقلنا نعطيكم السكنه هذا العام، قلت لها صحه نسقسي راجلي ونشوف. هدرت معاه قلت لها اختي وولادها وخويا راهم مرميين في الشارع، وإحنا عندنا فيرما الله يبارك كبيرة، ودارنا راها فيها 3 طوابق، خليهم يجوا يسكنوا معانا حتى عام ولا عام ونص. وكل مين راه وعدهم قال لهم إن شاء الله كي نقسموا هاد الخطرة السكاني نعطيكم. قال لي لا وما يجوش عندي، وقلت له على الشيطان أنت ما تديرش الخير وكراك مؤمن والجامع قاع ما تخرجش منه. قال لي مستحيل ما يسكنوش عندي. أنا قلت له حرام عليك، علاه نخلوهم في الشارع وإحنا عندنا فيرما ما شاء الله كبيرة. ما نكذبش عليكم نايفتو باش نزيرو يقبل. هنا محمد زكريا قال لي ما خلي بويا عليا أنا اللي نقنعه، وفعلا راجلي يموت على ولده زكريا وما يرفضلوش طالب. قلت له صحة دبر راسك بينك وبين بوك، بصح حاول تقنعه. قال لي خليها عليا. وفعلا غدوة من ذاك راجلي جا عندي وقال لي فرحي راني قبلت، دبري راسك سكني اختك ولا سكني الجوارين كيما تبغي راني معاك. وجات اختي وولادها 4 وخويا وسكنوا في الطابق الأرضي وكلش متوفر، اسطالاسيو تاع المبارد المحامي، عندهم شنابرهم، الصالون، المطبخ، لي سانيتير أعزكم الله، وحتى الدخلة تاعهم درتها لهم وحدهم باش راجلي ما يديرونجاش وراكم تعرفوا. ورجعت أختي تخدم كل خطرة، وين خطرة تخدم في ريستورون، خطرة تخدم في حانوت تاع قش، وخويا يظل راقد وياكل عندي وعند أختي. وكان خويا وولد أختي الكبير قراب بزاف الولدي زكريا، كانوا كيما الخاوة، هما يلبسوا من خزانة ولدي وولدي يلبس من عندهم، يروحوا للبحر مع بعض، يخيموا في الجبال مع بعض بالأسابيع. ولدي هو الوحيد اللي كمل قرايته وتخرج، أما خويا وولاد أختي ما كانش فيهم اللي ربح الباك. ودخل ولدي يخدم في البنك الفلاحي التابع للمنطقة تاعنا، وكنت فرحانة بيه وفخورة بزاف سيرتو راجلي كان فخور بيه ويظل مجمع معاه حتى الوحدة النهار بالجمعة ويكاند محمد زكريا ما يخدمش. قال لي ما دسي لي الطعام نصلي ونجي، قلت له صحة. وخلى ولاد أختي وخويا راقدين، قارعت له ساعة ساعتين بالرغم من أنه المسجد غير حدانا، ومشي من عوايدو يروح بلا ما يخبرني، مداري يروح غير الحانوت يشري كاوكاو ولا سيبش ولا يقول لي ما راني خارج دوك نجي. الحق المغرب هنا صاي قلبي قاعد يخبط، قاعد خايفة. راجلي ما كانش في الدار، عيطت له قلت له يا فلان أرواح محمد زكريا ما جاش.
راجلي مسكين كان في جنازة في بلاصة بعيدة، لحق عليا على 9 تاع الليل. قال لي شوالا ما جاش، قلت له واه. عيطنا في التليفون، سمعناه في الشومبرة. هنا راجلي وولاد اختي وخويا خرجوا يحوسوا على محمد في قاع البلايص وعند قاع الناس اللي يعرفهم، وحتى في السبيطارات. كي بلغوا الشرطة قالوا لهم هذا راه كبير ويعرف صلاحه، علاه راكم مقلقين؟ وزيد ما لحقش 24 ساعة، غدوة الصباح يكون عندكم في الدار، غير راكم تقلقوا في رواحكم. كيما شرحنا لهم باللي مشي عوايدو قالوا لنا لا، نتوما راكم مقلقين. وقالوا الراجلي نتوما الاساتذه تبغوا تعقدوا ولادكم وتحكموا فيهم، هنعلو الشيطان. هنا يا خواتاتي صاي خرجوا الجوارين يحوسوا معانا، خرجت انا اختي، المهم خلينا الدار فارغه وقعدنا نحوسوا. كي نرجعوا للدار نرجعوا ميتين بالتعب ودايرين باللي زكريا راه في كاش بلاصه بعيده ولازم نحوسوا عليه. كان ولاد اختي وخويا يطلعوا عندي الفوق ويقعدوا يصبروا فيا ويقولوا لي ما تخافيش عليه، غدوه تصيبيه هنايا. كنت نقول لهم كي يرجع نعطيه صوته، علاش يقلق فيا ويدير لي هاك. وبداو الشرطه يحوسوا عليه، لكن ما لقاولو حتى اثر. بعد 20 يوم الشرطه ألقوا القبض على خويا وولاد اختي الأربعة. أنا استغربت، ولاد اختي علاه تحكموا فيهم؟ خويا شا دخلوا؟ عيطوا لي أنا وراجلي روحوا عدنا نحتاجوكم. بعد ساعات قليلة من التحقيق قالوا لنا قعدوا هنا ما تروحوش للفيرما. وسمعنا الناس يهضروا ويقولوا الشرطة والطبيب الشرعي راهم رايحين باش يحاوطوا المكان ويخرجوا الجثة. تاع من الجثة؟ تاع محمد زكريا اللي قتلوه خويا بمساعدة ولد اختي الكبير. أنا ما صدقتش، وراجلي مسكين كان واقف طاح في الأرض على ركابيه ودار يديه على راسه. الله أكبر الله أكبر. طبعا قاع راكم تتسائلوا كيفاش الشرطة اكتشفوا باللي جثة زكريا راها في دارهم، راها في الفيرما. دوك نحكي لكم. كاين واحد يسموه منصور يبيع المخدرات لولاد الحومة، معروف في ذيك المنطقة، ودخل للسجن 3 مرات. وخويا كان يروح عنده يسهر يشرب الخمر يشري عليه المخدرات. وأثناء السهرة قاع اللي كانوا يقعدوا عنده تما ويشروا عليه كانوا يحكوا كلش وهما تحت تأثير المشروب. منصور كان يعرف قاع أسرارهم، وبما أنه كانوا يروحوا يشروا عليه بمبالغ كبيرة كان يقول الله يسهل، أنا خاطيني، أنا نبيع لهم ونضرب بالنح، خصوصا أني أنا الوحيد اللي صاحي فيهم. لكن في اليوم الخامس بعد خويا مدار الجريمة، خويا راح عند منصور وشرع له المخدرات بكميات كبيرة. وكي قال له منصور خلصني، خويا قال له دين، لكن منصور قال له لا لازم تخلصني. هنا خويا ضربه وشتمه وقال له كلام فاحش، وقال له صاي ما نخلصكش ودير اللي بغيت. هنا منصور قال لازم ننتقم منه، نبلغ عليه الشرطة ونخليه يباصي ونتهنى منه، خاطرش خويا كان شوية حقار. وكي لحقوا يحقوا مع خويا أو بالأحرى عدويا، قال لهم أنا من بكري نكره زكريا خاطرش عنده الزهر واختي مقلشاته. سرقت الدراهم تاع بوه اللي كان مخبيهم، وباش ما يفيقوليش قتلت محمد وحطيته في الزريبة تاع الغنم وغطيته بالكراطين، وقعدت نخمم في حل باش نخبي الجثة تاعو، وما لقيت غير ولد اختي الكبير. قلت له عاوني ومن بعد نقسم معاك الدراهم، وهكا ما يفيقوش بينا ومحمد يختفي والدراهم يختفوا ويقولوا بلي محمد هو اللي سرق. أما ولد أختي قال لهم غواني بالدراهم، قال لي نردموه ما كاش اللي يفيق بينا وحتى تهدى الحية ونتقاسموا. قالوا له كيفاش قدرتوا تدفنوه
في الجنينة وما شافوكمش أهل الدار. قال لهم كي راحوا يحوسوا في المستشفيات احنا قلنا لهم نروحوا نحوسوا في البلاصة الفلانية، لكن احنا رجعنا للدار ودفناه وتخلصنا منه. المهم حرقولي كبدتي وشواوني، دخل ولد أختي للحبس، وحتى اللي تستر على الجريمة بتهمتين: تستر على الجريمة والتجارة في الممنوعات. وزوجي حملني المسؤولية، قال لي انتي جبتيهم وسكنتيهم عندي، طمعولي في مالي، قتلولي ولدي. وخرج أختي وولادها، قال لها ردي بالك نعاود نشوفك أختك ونهائيا ما تعاوديش تهضري معاها. ولحد الآن يلومني، يقول لي انتي السبب. المهم خويا وولد أختي والطرف الثالث راهم في السجن، لكن أنا قلبي مازال ما براش، تمنيت يطبقوا عليهم حكم الإعدام. أما أختي راني نتواصل معاها، لكن قليل وين نتلاقى معاها. هذه هي حكايتي، خذوا منها العبرة وادعوا لي ربي يفرج عليا ويصبرني ويطفي الجمرة اللي في قلبي. وما تنساوش خذوا منها العبرة، ردوا بالكم خواتاتي. هذه هي الحكاية تاع اليوم. فعلا في بعض الأحيان قمة الغدر والخيانة تجينا من أقرب الناس لينا واللي درنا فيهم الخير. فإن شاء الله ربي يلاقيكم غيب بنات وولاد الحلال اللي يبغوكم من قلبهم واللي يخافوا عليكم ويخافوا من ربي قبل كل شيء. تهلاو في رواحكم، في أمان الله.